دكتور حمد أبو المعاطي، أستاذ بكلية الفنون الجميلة قسم جرافيك وفنان تشكيلي، وأيضا كنت نقيب الفنانين التشكيليين السابق ورئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق. طبعا يسعدني أن هذا الحوار يتم في مرسمي الشخصي، يعني مسيرتي أو يعني جزء من حياتي الفنية أو حياتي العامة اللي هو مرتبط بالجانب الفني التشكيلي. والحقيقة يعني أنا فنان جرافيكي في الأساس، لكن طبعا الفنان ما بيقتصرش يعني إنتاجه على الفن فقط كجرافيك، لكن بيشمل جميع أنواع الفنون المختلفة سواء كان نحت أو تصوير أو جرافيك أو رسم. فأنا الحقيقة يعني مهموم بالجرافيك والرسم والتصوير بخامة الأكريليك، يعني مجال من المجالات الإبداعية يعني. فكل حاجة بتنتج طبقا للحالة النفسية أو الحالة الفنية، الفلسفة اللي الواحد عاوز يعبر عنها. فهنا بيجي تنوع المجال أو تنوع المجال الإنتاج نفسه، يعني سواء كان في التصوير أو في الجرافيك أو في الرسم. الموضوع الرئيسي لي أنا شخصيا أو اللي يعني أنا بشتغله على مدار يعني حياتي الفنية وهو العلاقات الإنسانية. العلاقات الإنسانية هنا مردودها ما بين الموضوعات الحياتية اللي بيمر بها الإنسان ودور الإنسان فيها يعني عنصر رئيسي في الحياة بشكل عام. فأخذت المرأة كمحرك رئيسي في معظم الأعمال بتاعتي، وإن هي بتعبر بشكل رئيسي أو بشكل أساسي عن الفنان أو عن يعني أسلوب الفنان في التعبير عن الحالة الإنسانية نفسها. فالمرأة أعتقد هي أكتر حد ممكن يبقى من وجهة نظر الشخصية معبر عن القيمة الجمالية وكمفردة تشكيلية بالنسبة للمنتج الفني عندي. العلاقة أيضا ما بين المرأة والعناصر الأخرى زي الطائر، زي بعض العناصر من الطبيعة زي الأشجار أو زي النباتات، كل دي مفردات بتشكل القيمة الجمالية اللي بينتجها الفنان بشكل عام، واللي هي بالنسبة لي أنا هي مجرد يعني عناصر رئيسية بتؤثر في إنتاج العمل الفني كقيمة بصرية يعني. بعض الأحيان بيدخل الخط العربي كجزء مهم جدا، لكن مش بالصياغة المقروءة قد ما هي حروف بتعمل تشكيل حروفي في العمل الفني كتوبوغرافيا يعني. وبناء على ده بيتم إنتاج العمل الفني بالنسبة لي أنا كحمد أبو المعاطي من خلال تلك يعني المفردات اللي بشوف إنها بتعبر عن وجهة نظر الشخصية، اللي هي برضه في الأساس مش منفصلة عن البيئة اللي الواحد عايش فيها. وهو ده مهم، لأن الإنسان هو مرتبط بالبيئة اللي هو عايشها، مرتبط بالحياة اللي هو يعني عايش فيها ومعاها، وبناء عليه كل عمل فني صحيح ما بيبقاش المدركات البصرية اللي موجودة في أي عمل مجرد محاكاة يعني تقليدية أو كلاسيكية بالنسبة للمتلقي، لكن هي مجرد رموز. هذه الرموز بتعبر عن وجهة نظر معينة، لكن كلها تقريبا مأخوذة من الطبيعة ومأخوذة من الحياة اللي بنعيشها كحياة مجتمعية عموما يعني، وارتباط الفنان بالمجتمع وبالقضايا المجتمعية اللي بيعيش فيها. طبعا أي عمل فني وأي فنان يعني بيعبر من خلال تلك المفردات في المجال اللي هو شايف إن هو أكثر تعبيرا عن وجهة نظره هو، وفي نفس الوقت بيدور على المفردات اللي ممكن تساعده في توصيل وجهة نظره أو توصيل يعني هدفه من المنتج الفني. طبعا الهدف في الأساس هو القيمة الجمالية، وليس فقط مجرد التعبير عن موضوع في حد ذاته أو مرتبط بحالة يعني موضوعية أكتر، لكن في الأساس هو العمل الفني هو قيمة جمالية. القيمة الجمالية اللي احنا بنتكلم عليها وهو حالة الاستمتاع. الفن التشكيلي بشكل عام بيعكس
قيمة جمالية وقيمة تشكيلية بتخاطب الذهن وفي نفس الوقت بتخاطب الوجدان. بتخاطب الذهن من خلال الموضوع اللي بيطرحه الفنان، واحيانا في بعض الاتجاهات الفنيه بيبقى ما فيش موضوع محدد، لكن القيمه الجماليه المرتبطه بالعمليه اللونيه او بالباليته اللونيه اللي بيشتغل الفنان، وده طبعا بيبقى يعني ليه دور مهم جدا في الاتجاه التجريدي في الفن يعني. لكن انا بعتبر ان وجهه نظري في ده انه مهم جدا ان الفنان يبقى في قضيه معينه بيحاكيها او بيعبر عنها من وجهه نظره. وانا شايف ان انا بشتغل ان الجانب التعبيري عندي والرمزي بيلعب دور مهم جدا في التعبير عن وجهه نظري على موضوع معين او محاكاه لقضيه معينه بيعبر بيها من خلال وجهه نظري انا الشخصيه. وده طبعا بيعتمد على القيمة الرمزية والقيمة التعبيرية عن المنتج الفني نفسه. طبعا اللي انا يعني بشتغله ده عمل فني يعني تقريبا يعني قارب على الانتهاء، لكن في الاساس ان انا ده عباره عن توال مشدود على شاسيه، وببتدي احط الفكره او الكونسبت بتاع العمل الفني عندي، ببتدي ارسم الاوتلاين او الخطوط الرئيسيه للموضوع. وهنا بحاول انه بحدد في البدايه ايه هي التقنيه اللي انا هشتغل بيها. فانا طبعا شغال دلوقتي بالوان اكريليك، والالوان الاكريليك الوسيط فيها مائي غير البنتنج الالوان الزيتيه. الالوان الزيتيه طبعا مختلفه لانه الوسيط فيها بيبقى تربنتينه ووسيط كيميائي اكتر. الوسيط هنا في الاكريليك هو وسيط مائي وليه يعني طريقه معينه او يعني معالجه مختلفه شويه عن التصوير، باعتبار ان الاكريليك من الالوان اللي هي سريعه الجفاف، وبناء عليها الوسيط فيها بيكون بالماء. وبناء عليه طبعا محتاج ان الفنان يكون عنده قدره او مقدره يعني في التعامل مع الخامه، لان الخامه بتنشف بسرعه، فبتحتاج ان الواحد لازم يكون عنده خبره في تناول الخامه عشان يقدر يسيطر عليها ويقدر يتعامل معاها بشكل يعني في نوع من التحكم اكتر واستغلاله لتلك الالوان بالشكل الامثل طبقا لوجهه نظره واسلوبه في التعبير عن فلسفته في العمل الفني. طبعا العمل هنا عبارة عن علاقة متجانسة ما بين الرجل وامرأة. بيلعب الطائر دور مهم جدا في انه يوجد حالة من الحوار البصري بين العملين، بين المفردات وبعضها. الطيور اللي موجودة على هذه الورود او على هذه الاشجار هي يعني في حالة انتظار وفي حالة ترقب للفجر او للشكل اللي بيكون شكل المرأة وشكل الراجل. هنا مش محطوط المرأة والراجل باعتبار انه شكل مباشر للعناصر نفسها، ولكن ايضا هو مجرد رموز بتعبر عن ماهية هذه العناصر. يعني الجاكيت اللي موجود اللي هو بيعبر عن يعني شكل الرجل، ولكن هو مجرد رمز بيعبر عنها. المرأة يمكن فيها أكثر وضوحا، لكن ما باخدش كل التفاصيل بتاعتها. هو جسم المرأة مع اليد مع الفستان اللي هي لابساه أو القميص اللي هي لابساه بيعبر بشكل مباشر عن خصوصية المرأة نفسها، وبتديها قيمة جمالية طبعا مختلفة. والحالة التبادلية ما بين الرجل والمرأة مع الورود ومع الطيور اللي موجودة بتدي نوع من الحالة الإنسانية اللي مرتبطة بقيمة جمالية بتفرض عليها البيئة اللي عايش فيها هؤلاء الأشخاص والمجتمع اللي موجود حواليه. لكن في الأساس يعني مش عايزين يعني نفلسف الموضوع أكتر من اللازم، لكن عاوز أقول
ان كل فنان بيبقى له وجهه نظر في المفردات اللي بيستخدمها او العناصر اللي بيستخدمها في اللوحه بتاعته، لكن لازم يكون لها هدف من وجهه نظره الشخصي، كمان مش بس البعد الجمالي للاعمال او للعناصر، لكن ايضا الجانب الفكري والفلسفي اللي بيعرضه الفنان واللي عاوز يوصله الفنان للمتلقي، وده جزء مهم. لكن بالنسبه للمتلقي ما بيكونش هو الاساس، او المشاهد ما بيكونش هو الاساس في التعرف على العمل الفني قد ما هو بيحس بقيمه جماليه، ودي بترجع لثقافه كل فنان او كل متلقي ايضا في فهمه للعمل الفني.